لو عديت ال30 فكل خطوة لازم تكون محسوبة. الجملة هنا بمعناها الحرفي. أصل في عيد ميلادك ال30 ظهرك ما قالكش صباح الخير، أنا صاحبك الجديد، أهلا بيك في نادي منتصف العمر، ودي القضايا بتاعته. وجع ظهر على كام تشنج، والفي اي بي انزل الغضروف. طب ليه ده بيحصل؟ لأننا بين الشغل والمسؤوليات بننام أقل، حركة أقل، وزن زايد، على شوية مكتب مش مريح. والغضروف اللي هو الوسادة الهلامية بين الفقرات بيزعل من المعاملة دي. طب كده باظت؟ لا، في حل عشان نلحق الأزمة. امشي امشي حتى لو جوه البيت لمسافات بسيطة بس متعادة. نام على جنبك، حط مخدة ما بين الركب وانت نايم. نام في وضع 90-90. يعني ايه 90-90؟ يعني هتنام على ظهرك على سطح صلب، رجلك مرفوعة بزاوية 90 على مستوى أعلى منك. خلي قعدتك دايما سليمة، ظهرك مدعوم، شاشة في مستوى العين، كوعك قريب من جسمك، وكعبك لامس الأرض. وطبعا ظبط وضعية نومك وقلل وزنك. بس لو الألم سافر بقى لرجليك مع نغزة، حرقان، تنميل، مع ضعف خفيف في بعض الحركات، فأنت مش محتاج تسافر، لكن محتاج تزور عيادات أندلسية فورا عشان تشخص الحالة مظبوط ونحدد العلاج المناسب. ولو لسه ما عملتش فولو فأنت مش هتعرف باقي إجابات أسئلة منتصف العمر.